اللي انتوا شايفينه في الفيديو امام حضراتكم ده لحظة انسحاب اتوبيس نادي الزمالك وتغيير خط سيره من استاد القاهرة الى كوبري اكتوبر وكذلك رمسيس. وساعتها نادي الزمالك جاب ورا وخاف يلاعب النادي الاهلي كالعادة، باعتراف من الامن شخصيا بشكل صريح اللي كان بيأمن حافلة نادي الزمالك واللي بلغ ده لاتحاد الكرة المصري. وساعتها كان رئيس نادي الزمالك الموسيقار مرتضى منصور، وعلشان نادي الزمالك يبرر موقفه المثير للشفقة والسخرية من كل الجماهير العربية وليست المصرية فقط، نادي الزمالك قالك ان الاتوبيس تعطل في كوبري اكتوبر ورمسيس في ظل ان نادي الزمالك واتوبيس نادي الزمالك مشي في خط سير مختلف تماما عن طريقه لاستاد القاهره باعتراف من افراد الامن شخصيا. حاول اضرب كف بكف يا حاج، لا حول ولا قوه الا بالله. واللي صرحوا في هذا التوقيت ان اتوبيس نادي الزمالك مشي في طريق مختلف تماما ووقفوا في محطه بنزين في رمسيس، ولاعيبه نادي الزمالك نزلت من الاتوبيس وتناولوا المشروبات الغازيه من كوكاكولا لمياه جوفيه. طبعا ده مش جديد على نادي الزمالك، ساعتها نادي الزمالك تقهقر وجاب ورق وخاف يواجه النادي الاهلي، خاف يشيل سكور من النادي الاهلي، طلع بحجه يعني غير مقنعه بالمره، قال لك ان الطريق واقف، ساعتها كانت فيه امطار غزيره، ولكن اللي هيخلي اتوبيس النادي الاهلي اللي ماشي في نفس خط سيرك يوصل استاد القاهره هيخلي اتوبيس نادي الزمالك يوصل لاستاد القاهره. طبعا دي كانت واقعه قديمه من عام 2020 وبتحدث في التوقيت الحالي في الساعات الماضيه في عام 2024 وكيام ليبو، يعني ما طلعش حنفي، يعني علشان نكون واقعيين وندي كل واحد حقه، اللي كان قبله كان ساعات بيصدر قرار بعدم استكمال نادي الزمالك بطولة الدوري وبعدها بيرجع في كلمته، علشان كده جمهور النادي الاهلي لقبه بحنفي. علي النعمة انت بتتكلم صح طبعا. نفس الكلام كان ينطبق على حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في التوقيت الحالي، واللي تمسك بموقفه وهو حصول نادي الزمالك على كأس كرامة جديد، كرامة ومبادئ وعزة نادي الزمالك. المتحدث الرسمي ورئيس نادي الزمالك أعلنوها بشكل رسمي وصريح. رابطة الأندية المصرية أبلغت النادي الأهلي أنه فائز على نادي الزمالك بنتيجة 2-0 والهدفين سجلهم امام عاشور. جمهور النادي الاهلي مبسوط انه حصل 3 نقاط مجانيه واراحه لاعيبه النادي الاهلي قبل مباراه فاركو. نفس الشيء بينطبق على جمهور نادي الزمالك اللي مبسوط من مجلس ادارته انه انسحب من لقاء القمه امام النادي الاهلي، وكلنا عارفين ان الاسباب الرئيسيه اللي دفعت نادي الزمالك من الانسحاب امام النادي الاهلي هو خوفه انه يشيل سكور من النادي الاهلي، وليس علشان كرامه النادي ولا مبادئ وقيم نادي الزمالك، غير لما النادي الاهلي يلعب مؤجلاته وباقي مبارياته المؤجله من الدور الاول. طبعا اللي يشوف نادي الزمالك هو بيتنطط وعمال يرفع بيانات ويرجع في كلمته يهدد اتحاد الكره المصري ورابطه الانديه المصريه، يقول ان نادي الزمالك بينافس النادي الاهلي على بطوله الدوري المصري في ظل ان نادي الزمالك في التوقيت الحالي موجود في المنطقه الدافئه. انت بتضحك عليه! وممكن ينافس على الهبوط لو ما لعبش اي لقاء بعد مباراه النادي الاهلي. تبقى كارثه حقيقيه وفعلا تثبت لك بشكل كبير جدا ان نادي الزمالك كان خايف يلعب النادي الاهلي لو لعب اي مباراه قادمه. هتبقى واضحه وصريحه لكل جمهور النادي الاهلي والجماهير في الوطن العربي اللي كانت مستنيه لقاء القمه ما بين الاهلي والزمالك. مفيش كلام، كل مشجع اهلاوي اشترى تذكره المباراه هترجع له ثمنها بالفعل بعد تدخل الكابتن محمود الخطيب. اولا واخيرا الخسران في النهايه هو نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. يمكن في جمله او كلمه ما عجبتنيش في البيان اللي اصدره رابطه الانديه المصريه بخصوص انسحاب نادي الزمالك. قال لك ان نادي الزمالك بناء على اعتذاره في ظل نادي الزمالك انسحب وجاب ورا وخاف يلاعب النادي الاهلي. يعني ايه اعتذار؟ نادي الزمالك يعتبر منسحب من هذه المباراه، وبالتالي نادي الزمالك لازم تطبق عليه اللوائح والقوانين، هو خصم 3 نقاط وغرامات ماليه ايضا. في نهايه المطاف ما تنساش تقول لي رايك كمشجع للنادي الاهلي في الموقف الجميل والرائع والمحترم اللي عمله رئيس نادي الزمالك كابتن حسين لبيب واعطائه 3 نقاط مجانيه للنادي الاهلي بدون بذل اي مجهود، وكمان اراحه لاعبي النادي الاهلي لمده اسبوع قادم بالفعل.